إيه الشخص اللي سابك ده؟ يا ترى بيفكر في إيه؟ وإيه هي الحاجات اللي حاسس بيها وناوي يعمل إيه؟ هل أنت وحشه وبيفكر فيك زي ما بتفكر فيه كده طول الوقت؟ ولا الموضوع مش على باله أصلا؟ وهل هيرجع ليك تاني ولا لأ؟ وإيه اللي المفروض تعمله علشان ترجع الشخص ده لحياتك مرة تانية؟ أكيد بتسأل نفسك الأسئلة دي كلها. أنا هقولك في 6 مراحل بيمر بيها الشخص ده بعد ما بيسيبك. مبدئيا لما بيبعد عنك شخص، أول مرحلة بيدخل فيها الشخص ده هي إنه هيكون في باله إنك هتبدأ بالكلام وهتحاول تصالحه، وده طبعا لأنه اتعود على كده منك كل مرة يحصل فيها خلاف، وخصوصا لو أنت متعلق بيه وهو عارف كده. ولو ما كلمتوش في الحالة دي بيتنقل لتاني مرحلة، وهي الفضول والمراقبة. هو ليه ما كلمنيش لحد دلوقتي زي ما متعود؟ هو بيعمل ايه في حياته دلوقتي؟ وفي الحالة دي هتلاقيه بيراقبك بأي طريقة. بيدخل على اكونتات السوشيال ميديا بتاعتك، بيشوف الاستوريهات بتاعتك سواء من اكونت الحقيقي او الفيك اكونت تاني علشان ما تعرفش انه بيراقبك، او ممكن يراقبك عن طريق صديق مشترك ما بينكم.